طبعا ناس كتير بتسأل الأهلي هيلعب في كأس العالم للأندية السنة الجاية إن شاء الله في 2025، كأس العالم الكبيرة اللي هتتلعب في أمريكا. طيب، بالنسبة لكأس العالم للأندية اللي السنة دي بقى هنلعب مع مين؟ هي الفكرة زي ما احنا سمعنا عنها هي كأس الانتر كونتيننتال. ايه الانتر كونتيننتال دي؟ هي اللي هيحصل كالآتي: هيبقى في قرعة هتتعمل بين 3 أندية: نادي العين بطل آسيا، العين الإماراتي، والأهلي بطل أفريقيا، وأوكلاند بطل أوكيانوس. هيتعمل قرعة مين هيلاعب أوكلاند، اللي هيطلع منهم هيلاعب اوكلاند، واللي هيكسب هيلاعب بقى، يعني الاهلي مثلا طلعت القرعه بتاعته هو اللي طلع في القرعه، يبقى هو ده اللي هيلاعب اوكلاند. لو كسب اوكلاند هيلاعب العين، والعكس لو العين طلع يلعب اوكلاند يبقى العين واوكلاند يلعبوا بعض، اللي هيكسب هيلاعب الاهلي، وهكذا. لكن في النهايه هو ماتش واحد فقط لا غير ريال مدريد اللي لعبه هو في النهائي، اللي هيبقى يوم 18/12، ده النهائي. وكل الماتشات هتبقى على اراضي محايده، فمفيش دوله معينه هي اللي هتنظم كاس العالم للانديه القادم.